يلا يا جماعه، هنعمل النهارده اكله كده حلوه قوي. صينيه سمك في الفرن. وجبه غداء. بصي، من اجمل الاكلات بالنسبه لقلبي هو السمك. يا ترى انت بتحبي السمك زي ما انا بحبه كده؟ يعني انا بفضله عن الفراخ واللحمه. انا هستخدم النهارده سمك لود. انت تقدري تستخدمي اي نوع سمك في الصينيه ديت. اللي موجوده عندي سمكه لود، بس انا ملحقتش اصور لك السمكه قبل ما اشيل راسها وانضفها. سمك اللود في منه احجام، في السمكه اللي بتوزن كيلو ونص و2 كيلو، والحجم اللي معايا ده اللي هو وسط. السمكه لو كبيره بتقسميها لقطع، اما بالنسبه للحجم اللي معايا اكتفيت وشلت الراس بتاعته بس بعمل تفتيحات في جسم السمكه علشان اخلي التتبيله تتشرب وتدخل جوه لحم السمكه. بالنسبة للتتبيلة عبارة عن فصوص توم وقرن فلفل أخضر حامي، ده أساسي عشان الزفارة بتاعت السمك يا جماعة. لازم نحط قرن فلفل يكون حامي، مش بيبان في الطعم يعني قوي، بس بيشيل ريحة الزفارة. وليمونة بقشرها، وكام عود كده من الكزبرة الخضراء. هنبدأ بقى نحط تشكيلة من البهارات. بهارات السمك لو انت بتحبي تحطيها ماشي، انا عن نفسي بحب احط لتتبيلة السمك اساسي الكمون طبعا في السمك عشان الزفارة بتاعت السمك، وكمان بحط ملح وكزبرة ناشفة ورشة من الزنجبيل، وطبعا اساسي بتحطي شوية من الخل. حابه بقى تزودي شويه شطه ماشي مفيش مشاكل، بس انا بكتفي بالفلفل الاخضر علشان الاكل ما يبقاش حامي قوي علشان الولاد. هتقلبي بقى كل التتبيله اللي انا قلتلك عليها دي كده مع بعض، وهتبداي تجيبي البطاطس اللي احنا مقطعينها حجم وسط، لا هي تخينه قوي ولا هي رقيقه قوي، علشان تاخد سواها كويس مع السمك، لان طبعا السمك ما بياخدش سوا كتير، تستوي بسرعه يعني غير الفراخ واللحمه. قلبت هنا حته من التتبيله اللي انا عاملاها في البطاطس. التتبيله دي يا جماعه بتخلي طعم البطاطس تحفه. هبدا اتبل السمك بتاعي بالشكل اللي انت شايفاه دوت، واحط في الفتحات اللي انا حطيتها حبه من التتبيله علشان يتشرب جسم السمك كله وياخد طعم التتبيله. معايا هنا كده البطاطس انا سبتها حوالي نص ساعه في التتبيله، يعني كفايه عليها قوي نص ساعه. هتبداي تحطي عليها بقى طماطميتين متوسطين بالعدد، ما تزوديش من الطماطم عشان الصينيه ما تبقاش معاكي صلصه، ماشي. وهتبداي تحطي جزره مبشوره، حابه تحطي فلفل الوان مع البطاطس ما فيش مشكله، وتقلبي كله كده مع بعض بالشكل اللي انت شايفاه. وهنبدا نحط السمك بتاعنا. السمك طبعا بتحطيه بطريقه ان هو ما يبقاش فوق بعضه، دي اهم حاجه علشان يتحمر وما يبقاش طري. تمام، يعني كل سمكه بعيده عن التانية وما تبقاش فوق اختها علشان ما تطلعش السمكه طريه. ما ينفعش طبعا نحط السمك ونرصه فوق بعضه، بيبقى بعيد عن بعضه بالشكل اللي انت شايفاه ده. حابه تزودي نص كوبايه ميه للبطاطس دي لو انت حاسه ان البطاطس اللي انت جايباها ناشفه، واحنا طبعا في الصيف البطاطس بتبقى ناشفه شويه عن بطاطس الشتاء، فممكن تزودي نص كوبايه ميه بس ما تكتريش. وهتحطي شويه زيت كده على الوش، هتدخليها الفرن من غير ما تغطيها ولا اي حاجه، علشان زي ما قلتلك السمك مش بياخد سوا، يعني مش محتاج ان انت تغطيه، وهتطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده وبس كده.